استاذ ممدوح موجود؟ ايوه انا منى اخت حنان. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه وبعتتني عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصنع. انا خايفه عليك منه. عزت هاوش مره وانتصر، انا متاكد انه مش هيقدر يعملها تاني. ثم ما تنسيش حاجه، انا واقف جنبيك. اي نعم لا قيمه ولا مركز بس بحبك. وشوفي بقى الدوح لما يحب، ده نهار اسود ومنيل. هترجع شغلك امتى؟ لا طمني، وانا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول ايه؟ ولا يهمك، دول حمير، هم اللي خسرانين. طيب ايه رايك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟ كلام رجاله؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر؟ حد ينسى احلى ايام عمره؟ بس انا ليا شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الاماكن اللي كنا فيها، وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيهم. لا، المره دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، الحق يا ممدوح. ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابه والحقه معاه. اعترف بايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن بقاله معايا عقد ده 22 سنه، عمره ما حصل فيه نقص. امال المره دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعاده البيه، الجرد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره، وبعد كده قالوا لي ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه، وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني. قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمه التحقيق. خده. مظلوم والله. ممدوح يا بريء يا ابني بريء. انا متاكد يا انك بريء، اكيد في حاجه غلط، بكره تبان ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عزت. ايه دخل عزت في كده؟ رفدوك من شغلك ولفقوا قضيه لوالدك، ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار وعرضه انهم يستغنوا عنه. قضيه والدي غلطه في حسابات المخزن، بكره تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انت، انا هتمشى شويه وبعدين اوصل للمحامي. هو الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قول نومك ثواب. ده تكنيل انت وهو، وانت زي البغل، بغل انت وهو. حقوني
يا عالم السراق، الجاكيتة، العصاية. كلكم كلاب. معقول حته واد زي ده مش عارفين تعملوا معاها حاجه؟ والعمليه التانيه عملتوا فيها ايه؟ بنتنفذ دلوقتي يا فندم. مش عايز اي غلط المره الجايه. اتفضل. حاضر. هنا السيد عبد الحميد يا فندم. هي دي؟ ايوه يا سعاده البيه. ربنا ينتقم منك يا مفتريه. في ايه حضره الضابط؟ يا خرابي كمان بتستعبطي؟ مش عارفه عملت ايه يا بيه؟ انت اخدتي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه عزاب؟ انا عمري ما شفتها. يا لهوي يا لهوي، وكمان بتكدبي. منك يا مجرمه. اسكتي انت خالص. اسكت ازاي يا سعاده البيه؟ اذا كانت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني. قالت تعالي معايا نزور واحده صاحبتي وهنمشي على طول، ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه. اتاريها يا سعاده البيه كانت بتبعني اللي في الشقه. والله ابدا انا عمري ما شفتها في حياتي. دي بتكذب. انت متهمه بالتحريض على الدعاره. مش ممكن، انا ما اعرفهاش. طب انت للواد اللي كان في الشقه. انا نزلت من البيت رحت الجامعه واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات، حتى اسالوا زمايلي. تعرف البت دي؟ ايه اللي اعرفه؟ ما هي دي اللي جابت لي البلوه لحد البيت. جالك كلام يا سعاده البيه؟ حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته. دلوقتي عمرك ما تعرفيني ولا شفتيني؟ شاطره بس تصحيه من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه. هي دي بقى الهديه. شوفي يا بت، بدل التمثيل اللي بتمثليه ده اعترفي احسن وخلصيني. اعترف بايه؟ انا ما اعرفش حاجه. اعرفه بلاش لف ودوران.